السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غنهضروا على السبب الحقيقي ديال عزوف المغاربة على السياحة وعلى استهلاك المنتوج المحلي للسياحة والتوافد على المدن الشاطئية بالمغرب، سواء من قبل المغاربة يعني السياحة الداخلية أو عمالنا بالخارج أي جالية مغربية. إذا واحد مجموعة المغاربة من الطبقات الغنية أو الطبقة الميسورة أو الطبقة المتوسطة، فهم فضلوا هاد السنة هادي يطلبوا الفيزات ديال شينغن ويدوزوا العطلة ديالهم خارج الوطن. أما بالنسبة للجالية المغربية فهي بدلت الوجهة ديالها، فكان التوافد ديالها للمغرب فقط لزيارة الأسرة وتغيير الوجهة إلى دول أخرى اللي هي أكثر منافسة، إذا تقدم منتوج راقي ذو جودة عالية بأثمنة مشجعة. كما تعرفوا المغرب هذه واحد مجموعة السنوات فهو السائح المغربي في فترة الصيف يعاني الأمرين في الصيف من خلال الجشع والطمع ديال بعض المواطنين اللي تيمارسوا على السياح بجميع أنواعهم سواء الأجانب أو لا المغاربة. تنبداوها من كراء الشقق، تيكون واحد المضاربات واحد الثمنة خيالية غير منطقية ولا تراعي الجودة، يعني الثمن تيكون عالي ولكن الجودة تكون رديئة. إذن كيفاش المنازل توصل 1000 درهم و2000 درهم الليلة وبأثمنة خيالية وما كاينش واحد المعايير. تقدر مثلا تجبر عمارة ونفس الشقق واحد كاري معاك في ديك النهار ب500 درهم وانت كاري مثلا ب1500 درهم. زيدا على ذلك انت تبدا المعاناة ملي تهبط للشاطئ. ملي تهبط للشاطئ تجيب باراسول ديالك، تبغي تجلس تجبر مضايقات من الحراس ديال الشاطئ اولا من الناس اللي هما السماسرة تما، تيخصك تكريم عندهم الباراسول الكرسي والبلاصة. يقدر يوصل المبلغ ما بين 150 درهم حتى ل 200 درهم. ومشكل اخر يتعرضوا له المواطنين هو ابتزاز ديال حراس السيارات اللي ما عندهم حتى شي سند قانوني، راه تيشري جيلي ب 10 درهم 20 درهم تيصبح في الشارع، تيطلبوا مبالغ كبيره مرة 10 20 درهم وما كاينش ضمانات. لو تقاست لك الطوموبيل ديالك وقع على شي مشكل راه ما تجبروش قدامك وما يعقلش عليك. وكاينه عاوتاني اللي هما المطاعم وجشع المطاعم وجشع ديال المقاهي اللي تيبدلوا الطريفه، عندهم طريفه الشتاء بوحدها طريفه الصيف وحده اخرى. وما نساوش انه من يناير 2024 فعرف المغرب ارتفاع اسعار مجموعه المواد الغذائيه، وزيد عليها مشكل ديال عيد الاضحى اللي هو تا هو اثر واحد التاثير كبير على المواطنين، بحيث الاضحيه كانت الثمن ديالها غالي، يعني كان الثمن ديالها مضاعف، والاسره المغربيه راه بحال كلات الدق في هذه المشاكل كلها. اذا حنا جبدنا واحد الجانب اسود ديال الناس اللي هما طماعه وجشعين وابتزازيين، في المقابل كاين الناس اللي مزيانين، كاين الناس اللي هما مواطنين صالحين تيمارسوا العمل ديالهم باتقان بجوده عاليه. اذا باش ما يضيعش الحق ديال الناس هادو وتكون الجوده ويكون المردوديه وتعم فائده على الجميع، خاص المسؤولين يديروا الخدمه ديالهم وتكون مراقبه على الجوده وتكون خرج لجان يراقبوا الجوده ويراقبوا الاسعار باش ما تكونش الفوضى. وشكرا.